عسلامة، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم هكا بديت الفيديو متاعي بالفليفلة هذه الحمراء اللي هي الفلفل البقلوطي. هذه أنا جبته من الجنينة متاعي. هذه هي الحصاد ما عطانيش برشا يعني فلفل، نحينا منه احنا قبل شوية هكا كعيبات، لكن هذا هو. جبته كله خاطر ما فيش برشا، نوريكم من بعد في الجنينة كيفاش يعني الفلفل كان الأوراق متاعو. حسيت نوريكم نشهيكم. انا عامله عليه جو خاصه خاصه هو هكا صغير بالكل، معرفش كيفاش. شوف كيفاش لكن المنظر حلو برشا. المهم انه بيو، هذيك الحاجه اللي عجبتني فيه انه بيو بيو بيو، ما فيش حتى مواد كيميائيه ولا في حتى شيء. هذيك علاش ولكن نحط كل مره قرين هكا في طرف جاري ولا حاجه زوز قرون، وهو حرين يكوي وراه بقلوتي خاطر. ونمتكم نشهيكم. عسلامة، مرحبا بكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا اليوم ان شاء الله باش نعمل جوله في المدينه العتيقه نتاع صفاقس. هوني في المدخل يعني ثم السور هذاك العتيق. وتو باش ندخلوا لداخل باش نشوفوا شنو ثمش ما ثماش في المدينه العربيه. هوني كما شفتوا دخلنا في السوق التقليدي اللي فيه كل الصناعات التقليديه التونسيه، من زرابي من جبايب من حاجات، وكل حانوت عنده حاجه يعني تختص به. المهم حبيت ندخلكم شويه في الاجواء يعني تاع المدينه العربي، شنو فيها شنو ما فيهاش، وهكا كل مره اذا عجبتنا حاجات ونسال عليها. تسكي فوت هنا محلاهم برشا حاجات يعني برشا الوان برشا اشياء. هوني هكا جدد اللي فيهم ما تفات معه وكل شيء. برشا الوان زاده محلاهم. قداش هذوما خويا؟ 25. والفوت العاديين قداش؟ 12. هذوما يغطيو بهم شنو؟ الكنابيات وكل. 25. شنو نوعية القماش نتاعهم؟ نحايك. اوكي. لا خلينا نشوفوا الداخل، قال نجي نشوفوا شوية الداخل، نعملوا جولة. هذوما حلوين البلون والجري. هذوما مغلى. قداش هذوما؟ الجري كيف هيك ملونين نعطيك. هذوما ب 30 تعبان. هذوما مزيانين هكا. هذوما تنجم تعملهم خطاط، تنجم تعملهم تنجم تعملهم خطاط، تنجم تعملهم ديكور. حلوين برشا. 25 قلت لي؟ 30 قلت لي. كي تساعدني قداش؟ 25. باهيين برشا حلوين، لي كولور ياسر حلوين. تاخذوا حيدة. ترى ورينا هذه شوفوها. يعني استراتيني ببلاصة زرقاء هكا كوتون. باهي الله يبارك عنا. هاني من بدر عندك هوني. ايش متى ما هو هيك قيقاي. شوف اللون هذا حلو برشا. تاع تجي جاتي على فرش هكا. هذه جد حلوة. حلوة هذه حلوة. هذوما كما تشوفوا يعني لبسات هكا تقليدية، برشا حاجات يعني متنوعين، جبايب وكل كما تشوفوا هنا جبايب. هنا ثم كل القشبيات نتاع البنات وكل، تنجم تشري مثلا في عندهم يمونطو هكا كما مثلا كما تشوفوا هكا. نوعية قماش قلنا قطن. قطن فيه هكا تطريز هذاك حلو هكا باش تلبس مثلا حاجة تقليدية وكل البنيات. هنا كما تشوفوا ثم الحريم التقليدي هنا تونسي، فهم برشا الوان طبعا، فهم برشا الوان. هذه مريول فضيلة كما تعرفوه، هذه مريول فضيلة مشهور برشا. هوني جميع الحرمات كما تشوفوها. باين صغير يعني، لكن بغيت ناخذ لون مختلف. لون مختلف هيك والله 4 ولا تلقيتي 4. اقسم بالله 4. هذا مزيان شوية يعني جاتي تقليدي أكثر. والله 4 وجدت بالله 4. ثم هنا زاد في اللون هذا في الغاز. ربي يحيم لك ان شاء الله. دخل المطعم عبيد ياسر مشهور ياسر في صفاقس في الأسواق، والأخ باش يحكي لنا شوية على التاريخ.
من وقتاش تبني الريستوران هذايا؟ خدمة يخدم أي. عام 1910. 1910 ما شاء الله. في قصر المدينة هنا اي 1250 سنة. ما شاء الله، ربي يبارك. مختص في شنو المطعم هذايا؟ ايش؟ فاش مختص؟ شنو هي الاكله المختصه فيها؟ سفود. السفود. اي يعطيك الصحه. مطعم تحت الكعبة. شوف القباب هذاك، القباب تاع القبل، القبة هذيك العربي. احنا حابين نجيو يعني خاطر سي بيتوريسك، يعني حاجة تقليدية. يعني هو طبعا جملهم ونريقي لهم بطريقة أخرى، أما حبيت نوريكم حاجات يعني بيور يعني تقليدية. هيك الشباك الصغير هذاك الفوق تحت القبة هذيك من زمان سمحتوا. وتوا جاب لي الصحن هذا اللي هو فيه السفود هذاك وسلطه مشويه وسلطانيه ومرق بطاطا ولا شنيا والصلصه هنا بالكمونيه. وهني باش نجربوا ونقول لكم شنو هي النتيجه. هذا خاطر المطعم يعني تقليدي برشا وقديم برشا ورونوميه هنا في السوق.